كليه ايه اللي دخلتيها وكانت ايه اسباب؟ تعالوا احكي لكم الحكايه دي. اصل الموضوع ما بداش من وانا في ثانوي ولا في اعدادي ولا حتى في الجامعه، بدا من وانا في ابتدائي، من بدايه مسيرتي التعليميه وانا الطفله الدحيحه. بس كنت شقيه قوي وكل يوم عند المديره. كلنا عارفين تعامل الاسره المصريه مع البنت او الابن الشاطر، انت يا حبيبي لازم تدخل طب. وفعلا دخلوا الفكره جوايا، وكل اللي حواليا حسوني ان بديهي ادام انت شاطر او ذكي او هارد وركر بصفه عامه يبقى اكيد هتخش يا طب يا هندسه، هتبقى ايه يعني. وفعلا الاعتقاد ده بقى جزء مني، وبقيت اتعامل على اساس ان انا لازم ابقى دكتوره. ولكن يحصل البلوت تويست اللي هيغير كل حاجه. مامتي حولت لي المدرسه جديده. ما كانتش مشكلتي ساعتها اني في مكان جديد او ما عنديش صحاب، كانت مشكلتي ان مامتي كانت بتوديني قبل ما المدرسه تفتح. والله زي ما بقول لك كده، الطابور كان الساعه 8، انا كنت ببقى هناك من 6 ونص 7 الا بالكتير يعني. كان في دايما بنت كده هي اللي بتقول الاذاعه المدرسيه، لحد ما في يوم البنت دي ما جاتش وكانوا عايزين اي حد يطلع يقول الاذاعه. ساعتها طلعوني اقول عشان انا ببقى موجوده من بدري، مش عشان اي حاجه تانية. وبعد ما خلصت قرايه اول خبر كانت هنا المفاجاه، المدرسه كلها بتسقف. ومن هنا جه حلم كليه الاعلام. ما كانش في حد يعرفني او ما يعرفنيش ما رفضش الفكره، خاصه اني دخلت علمي علوم وانا ناويه اني اخش اعلام. كان في مدرس كيمستري مشهور جدا مش هينفع اقول اسمه، كان بيحبني جدا لاني كنت هارد وركر، لكن بمجرد ما عرف ان انا مش عايزه كليه علميه اتغير معايا تماما وبقى بيعاملني بطريقه مش احسن حاجه. بمجرد ما نتيجه الثانويه العامه طلعت ومجموعي كان يدخلني علوم وصيدله وطب بيطري واسنان، وانا اقول لهم يا اعلام يا بلها تعليم خالص. لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته ويمكن اكتر شويه. وانا بقول الكلمه دي وانا مش متاكده اذا كنت هوصل لحلمي ولا لا، ولكن الشيء اللي انا متاكده منه ان حبي لسنين الجامعيه وارتباطي بالكليه وناسها وتفوقي فيها جه من حبي للشيء اللي بدرسه. وان حتى لو كلام الناس عن مدى صعوبه تحقيق حلمك صحيح، ده مش سبب يخليك ما تاخدش المعركه. عشان كده دايما افعل ما هو افضل ليس ما هو معروف.